واللي بعده يا أصدقائي هو طبعا الحذاء. شريت حذاء بيسك مرة. تيريري تيريري تيريري. هذا هو الحذاء. لفت نظري فجأة هذا. ما أعرف صندل يسمونه صندل. هذا هو من أنا فيه ألماس. مو الجواهر اسمه أصلي يعني. وهاي من أنا هيجي ورود على شكل بلاستيكي مطاط. راح نحطه بالعلبة. وهسه يا أصدقائي ثاني شي أول شي اشتريته هو هذا الفستان. أنا حبيت يكون هيك بيسك طبيعي، ما حبيت بيه أشياء هواية. هذا يعني تفاصيل هواية وأشياء هواية. أحلى شي أنا عجبني إن الردانات هيجي ومو حارة. هاي البطانة مالتها من جوا. ما أدري شنو يسمونه، غلاف جوي ولا لا شنو، سيفون ليفون ما أدري. الحزام على شكل ورد. وهذا هو الفستان مالي. Hello guys, welcome back to our channel. اليوم جبنا لكم فيديو جديد. أنا بوحدي اشتريت ملابس العيد يا أصدقائي وراح أراويكم إياها اليوم. حزوا شنو جبت. وهسه يا أصدقائي فقرة الإكسسوارات الثانية. شوف اشتريت هاي القلادة، على ما أتذكر إنه يسمونها فان بريسلت هيك يمكن. هاي القلادة اشتريتها ويا الفستان هيك تجي حلوة وبيضة وبيها لمعة. واشتريت نفسه بس ما لقيت لون أبيض، لقيت لون أحمر. قلت له كورن عشان يطلع أحلى بس ما لقيت. هذا الأسود. طبعا لأني أحب تكون رموشي هواية اشتريت رموش. من هذني مالت الكوريين لأني أحب الرموش. واشتريت صمغ مال الرموش. اشتريت هاي الليب جلوس نجربها. واو مرة كيوت. فوتي خلي الشفايف وردية وحيل حلوة. شوف بعد شنو اشتريت. هاي تجي ويا اللزق مال الرموش. عمود الكفي طاحت. عاون يعني يسوي كذا تركبونها للرمشة. واشتريت شفتهم مرة فايرل على التيك توك وكثير ناس يلبسونها فاشتريت منهم كمان. قلت العيد واحد ذهبي وواحد فضة يعني مو حقيقي طبعا. وهاي خلصت سلاقتنا مال الاكسسوارات خلصت. وهاي هسه يا أصدقائي العلاقة الأولى مال الاكسسوارات. طبعا عندي علاقة ثانية أشياء ثانية. اشتريت هاي الفيونكة. مو فيونكة ما هي. هاي الفيونكة ويا الفستان الأبيض هم مرصعة بالجواهر. واللي بعده اشتريت هاي
الأظافر حبيت تكون بيسك وردية، يعني فيها شوي حبش كلام. واللي بعد اشتريت، أنا ما أقدر ألبس أي حذاء بدون جوارب، فلبست هذني يعني إنه عساس يوصلن اللي هنا ويبين كأنه كالون جوا الفستان. شنو اشتريت؟ اشتريت هذا الصمغ. قالت لي صاحبة المحل إنه حتى مهندس الصالون تستخدم منه أبو 401 يقولون حيل يعني قوي وما شو اسمه ما يطيحن الأظافر، فما راح أحطه هو عمود، أخاف لا صبعي ينشلع وياه. وهذا بس اللي اشتريته للعيد، فإن شاء الله هسه حجيب لكم الأشياء اللي بعدها وأجي. طبعا اللي بعدها أصدقائي completely الشنطة. 1 2 3 تعتبر بيسك كيوت حلوة كذا. أسوي والبعدين ومو بعدين اشتريت كم حاجة كمان. اشتريت هذا اللون مال حمرة، مرة بيسك، مرة ناعم، مرة هادئ. شلونه شلونه ترابي يسمونه، بس هو على شكل وردي، ما ادري اذا واضح لكم ولا لا. واللي بعده اشتريته هو، والاشياء اللي بعدها اشتريتها يعني هم مكياج شوية. اشتريت هذا جل الحواجب، مع انه اوريدي حواجبي حلوات بس انا احبن. او ماي جاد ليش الفرشة لونها بني؟ شوف والله اشوفهم دائما هيك يسوون، بعدين كيوت مرة. بعرف الفرق بين هاي وبعرف الفرق بين هاي، مرة حلو. نجرب على الثاني كمان. واحد 2 3 2 كذا. يس. طبعا خدوش قاعدة يمي تحب تزعج الإنسان. واشتريت هذا التنت الإيد يضرب فيه راشي على وجه عادي، لونه مرة أحمر باو جايز، مرة لون أحمر. بالله نجربه. مرة كيوت، خبل نعومي. وهسه يا أصدقائي اشتريت كم حاجة يعني ميك اب وما أدري شنو، وكريمات وسكين كير، فيلا أراويكم إياها. ما اشتريت عندي من هذا المعقم، طبعا أحطه بالجنطة يمكن أتوسخ أو شي، أو يعني أمسح إيدي. والحاجة الثانية فازلين، طبعا قلت لكم سكين كير اشتريت بس جعص شوية. فازلين لون أخضر. ريحتها مرة حلوة، كيوي. اشتريت ليب جلوس الآيس كريم، تجي بيها هيج لمعة كيوت مرة. بعولها
ريحتها مرة آيس كريم، مرة حلوة. آيس كريم لوتس ريحتها مرة ريحتها حلوة. ننتظر جايز ونشوف النتيجة بعدين. طبعا جايز هاي النتيجة بعد ما حطيت ماسك عصير الفراولة. هذا كريم الإيدين بالأولوفيرا. أوه مغلف. بعد ما فات حتى ما يلا ينفتح. أنا إلا أجربك اليوم. وجلعيد لابس معها بسكودري. نوع سر ما زرفته هواي، زرفته شوية شلونه أبيض. طبعا أبيض. ريحته حلوة بس مو كثير. تيري oh my god, that's too much. That's too much. Oh my god. Oh my god. حسيت انه نتيجة فورية. مرة حسيت ايدي صارت ناعمة. تخيلون هسه نلبس الأظافر؟ لا ليلة العيد. اشتريت ما ادري ليش كذا مائي، ما ادري خالص. ماسك مفعولة ستروبري فريز. احس انه نفس لون هاي. ايش لونه؟ نفس هاي فرنسي. هنفتحها. افتح يا صمصم. كاكا كمان وين يفتح؟ ينزل كله. يفتح من جوا. لونه احمر. صبر. ماي جاد لونه احمر. لونه احمر. ايش هذا دبق؟ ماي جاد. شايفين هاي الحلاوة الكورية اللي ياكلونها الكوريين؟ يجي يعني يفتحون يجي الغلاف وبيها عوادين حمر كذا. انا احس ان هسه انا ايش قاعدة اسوي بس شو اسمه ماسك. طلع شنو صوص فراولة. والله شنو صوص فراولة. ليه رحت خلاص مو فراولة. تصبغ اظافر. واحدة يطلع صبغ اظافر ولا ما ادري. اذا صبغ اظافر ليش البنية حطت على وجهها؟ ما ادري. زين ليش دبق؟ هاي المشكلة. خرجت صوص من الفراولة. إذا شو تحط على وجهها البنية هاي على الإعلان؟ ما أدري شو يسمونه بس يعني لا تجرب. ماكو أي شي. ماكو رمضان شبيع. ما في كتب. ما في بالإعلانات. لما تجيب صوب الألف يطلع لنا بقطعتين. حرام. عيد العيد لابس معاه بسكودري. ما يذكر هاي الأغنية. مرحبا أنا الجيل القديم. حط صوص فراولة يا محمد. مين؟ انتي. انا لا عارفين جاي يحط صوص فراولة على وجهه. مين؟ انتي. عيد العيد لابس. عيد العيد لابس معاه بسكودري.
طلع الصاص مال الفراولة كلني. ونو طاح على حوج بلا يشيلهن. او ماي جاد. انا ليش ما شال وجه البنية؟ ما ادري، كل واحد واسمه. بهللت. لا هو اوريدي مش حلو. البوتنشنز نو حلو. شنو البوتنجنز؟ ما ادري. طلع صوص الفراولة. صراحة حسيت انه مرة صوص طيب. عني السايمة. لا وينه؟ الأكشن بالبوتينش. هذا ما أدري يقول الأكشن بالبوتينش. يجيب لحظة طاح علي هذا هذا ماسك الفراولة. جبت ستينج سبراي. لا سبراي مش شعر، مو ستينج سبراي. هذا الوحيد اللي لقيته بالسوق، وأقوى واحد بس المرجان. إيش. وجبت هيدي للشعر قاسمناها فدوش، فدك أخذت بس 3 وأنا أخذت الباقي. إيش وجبت هذا التراتشي أنوع، كل 5 دقايق ألبس وحدة، وقسمناهم. أخذت فدش 1 2 3 4 فدش 4، وأنا أخذت الباقي 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني، و4 راحة و12. لطب برو لطب بليز. وهاي كانت مشاهدتنا للعيد. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وباي.